اللي مخلي معظم الشباب بيعاني من الاكتئاب بالشكل ده؟ حلو سؤالك قوي. حلو سؤالك قوي. في اكتر من عامل بيسبب الاكتئاب للشباب في الفترة دي. اول حاجة الجوع المستمر اللي ما بينتهيش، وعدم الشبع وعدم الرضا. كثرة المغريات، البرمجة العصبية واللغوية اللي بتتم عن طريق اللي بتشوفه كل يوم عن طريق الانترنت. طبيعة اكلك وشربك، قلة نومك، التفاعل ما بينك وما بين الاخرين اللي بيتم اغلبه عن طريق السوشيال ميديا. مدى الحركة اللي بتقوم بيه كل يوم، الإحساس بالإحباط وإن هو مش كفاية، وإن الحاجات اللي مهما نوصل لها مش كفاية، وإن هو عايز حاجات كبيرة وضخمة جدا عشان يقدر يوصل لمستوى يبقى مقبول اجتماعيا، وعنده السيطرة وعنده الشهرة وعنده المغريات اللي بيشوفها كل يوم. حلو انفتاح الطبقات، ما أنا بقول أهو هي مش انفتاح طبقات. عدم الرضا، عدم إن أنا لا لسه قدامي كتير قوي، إن إزاي أوصل على قمة الجبل ده. عدم التفكير بطريقة منطقية أكتر. بالظبط، في حاجات غلط كتير. الإحساس بعدم الأمان وبعدم الكفاية، الإحساس بالقلة، إحساس إن هو ضئيل. فدي من المسببات القوية جدا جدا، مع عدم العمل مع التكاسل، مع إن هو شايف إن في حاجات كتيرة قوي ممكن يعني تبقى عندي وأنا قاعد، من غير ما يعني مش عايز يبذل أي مجهود، مش عايز يتعلم، مش عايز يتحرك، مش عايز يشيل المسؤولية بتاعته. اتنازل عن كل واحد، سواء بنات او ولاد، كل واحد اتنازل عن دوره الفطري الطبيعي في المجتمع. دي برضو كارثة تانية، فليها اسباب كتير. فبدأ في تبادل في المسؤوليات، اللي هو الشاب او بعض الشباب والرجال واخده طاقه المسؤوليه بتاعتها اللي هي الطاقه الانثويه، ان هي عايزه تاخد ما تديش، والبنات بتبدا تقوم بدور مش دورها اصلا، تخلى عن الجزء الانثوي بتاعها الطبيعي الفطري، بسبب بعض الدوائر الاجتماعية والمجتمع والظروف. فلما الميزان اختل، لما مش كل واحد بيقوم بدوره الطبيعي، الميزان اختل. وطبعا النتيجة اللي احنا واصلين لها دلوقتي في الجيل ده هي مبنية على خطوات كتيرة جدا اتعملت من عقود. هنا الغلط، بس بالتدريج لحد ما وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. حصل اضطرابات، اضطرابات في الشخصية، اضطرابات في الفطرة السليمة. ان الراجل بدل ما يقوم بكل المهام اللي هو مطلوب منه، بدأ يقسم. لا انا مش عايز اشيل، اشمعنى انا انزل اشتغل وانت قاعده في البيت؟ بالظبط. عملت خلل، عملت خلل. المرحله اللي بيقولوا لها اصرفي معايا، او مستني، لا انا لازم تجيبي ايه. بدأ الموضوع تدريجيا، بعد ما كان لو احنا اتكلمنا مثلا في الارتباطات العلاقات والزواج تأثير بيت والأسرة، وهي تبدأ تقول انا عليا وهجيب. يعني لما تبقى مثلا سمعت عن نموذج بنت صغيرة، مساء نور، شايلة شنطة كبيرة فيها بعض البسكوت والحلويات والحاجات، وتروح بيها في الأماكن الحكومية عشان تبيع، وتقول لها علشان ليه يا بنتي عاملة في نفسك كده؟ عشان أنا اللي بجهز نفسي يا أستاذة. وهي مش المفروض أصلا إنها تجهز نفسها أساسي يعني، ده الطبيعي الفطرة. وجابت وعملت هي هي مش المفروض تشيل شنطة وتركب مسافة كبيرة كأنها سفر وتعمل كل ده. ده مش صح. خلل في الاتنين. أنا مش مع حد ضد حد، والسبب في الأساس أمهات وآباء، مع الاتنين. يعني المساواة دي مش ده كلمة غبية. هقول لك ليه، لأن ربنا أكرمنا احنا أكتر. فكلمة مساواة، فكده احنا نزلنا من نفسنا في حاجات كتير، فبالتالي بدأنا نتحمل مسؤوليات مش بتاعتنا. أنا مثلا أي واحدة كفتاة أو كليدي، مش المفروض إنها تشيل وتحط أو تعمل كل حاجة. لا، ده هي بتقعد بيتعمل لها. الراجل الحقيقي هو اللي بيروح يخدم امه واخته وزوجته، يشوفوا هم محتاجين ايه ويوفره لهم.
بيوفر لهم حاجتين: الامان الجسدي الحقيقي والامان المادي. هو مطالب ان هو يتعامل معاها كده، وهو بيستمتع بده. بيستمتع لما يعني ما شفتش انا زوج كان الزوجة او شريكته في الحياة بتقدم له كل حاجة وهو بعد كده بيبقى مبسوط. هو بعد فترة بيروح يدور على اللي هو يبقى ليه يد عليا عليها، يحس بقيمته كذكر وكراجل. انا جبت وعملت ووفرت لك الامان والحماية وكل شيء. ده اللي صح. الموضوع ده ليه جوانب كتيرة قوي جدا، ان انا بجيب وبعمل وبوفر لك الراحه. وممكن احنا عايشين في مستوى لما ربنا قدرنا على انا في مقدرتي ان انا هجيب لك الورده، جاب لها الورده عشان تتبسط بيها. بعد شويه الورده دي بقت بوكيه ورد، فجاب لها بوكيه الورد. ما انا عارفه يا غاده، ما هي دي المشكله، ده خلل حصل ما بين الاتنين يا بنتي. انا متفقه، ما ده اللي بيحصل. في الاول زمان لما كنتوا انتوا مش مصدقين الكلام اللي بقوله، اتفرجوا على الافلام بتاعت الستينات والخمسينات والاربعينات والسبعينات. ايه الطبيعي كان؟ الاتنين. ما انا بقول اضطراب متبادل، فده عمل خلل، ده افساد في الارض، وبنرجع نشتكي من بقى مشاكل ومقاسي ومن خراب بيوت ومن هدم. بالظبط، حاجات كتيرة قوي غلط. فده مختصر للي بيحصل. شوفوا الافلام زمان، يقول لها يا هانم، يشوفها محتاجه ايه ويعمله. ده الطبيعي، دي واحده ست، ما ينفعش انك انت تتكلم معاها ولا تتعامل معاها بعنف ولا ترد عليها ولا تشتم ولا تغلط. ما ينفعش، عيب، ما يقدرش. عشان كده كان في مثل، كان يقول لك في مثل مصري بلدي كده، يقول لك في ايه: لو انت عايز تهزق راجل هات له واحده ست، لانه ما يقدرش يرد عليها، مش المفروض يرد عليها. ولو انت عايز تهزق واحده ست هات لها عيل صغير، ما هي مش هتنزل بعقلها على عقل عيل صغير. فبدأ التدرج ده يختلف، وهم دلوقتي بدأوا يطالبوا بالمساواة. انت متخيلة الأمر وصل لفين؟ دي حقيقة، حاجات كتير. فأنا دي من ضمن النقاط. أنا في فيديو لبنت فتاة جزائرية أو مغربية تقريبا، مغربية، عجبني، أنا عملت له ريبوست. أنا عاملة له ريبوست مش عشان بس أنا بشجع كلام، عشان أوري الناس الصح بيحصل فين في بعض الدول اللي لسه. والتعليقات بقى، خشوا اتفرجوا على التعليقات بقى، مهزلة. فخلينا نتفق ان في امور، في قواعد، في اسس ممكن بنتنازل عن بعض الامور الصح. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما ينفعش المغالاة. لكن دلوقتي بيبقوا كتلتين، كل واحد عايز يشوف ويقول انا هجيب ايه، وفي الاخر بيحطوا كل ده في ورق، ويبداوا يتنازعوا مين اللي هيطلع بالكم او يبقى كسبان. فبيدخلوا حرب، مش بيدخلوا عشان يعمروا، لا، عاملاها زي شركه، وبعد كده بيختلف الشركاء في الشركه فنفض الارباح وكل واحد ياخد راس ماله. طب ده ينفع؟ ما ينفعش. ده صح؟ مش صح. ده من ضمن المشاكل، من ضمن الامور، التطلعات العاليه. بالظبط، بالظبط يا طلعت. حابين تكملوا اسئله ولا انا جاوبت بما فيه الكفايه عن السؤال اللي سالته؟ التطلعات العاليه، عدم الواقعيه، عدم الرضا، تطلعات اكبر من امكانيات البني ادم نفسه، وهو فاكر ان هو في لحظه هيبقى كل شيء مباح ومتاح معاه. قناه اكل؟ لا، اللي ما عملتش قناه اكل. دي من ضمن النقاط. انا في فيديو لبنت فتاه جزائريه او مغربيه تقريبا، مغربيه، عجبني، انا عملت له ريبوست. انا عامله له ريبوست مش عشان بس انا بشجع كلام، عشان اوري الناس الصح بيحصل فين في بعض الدول اللي لسه. والتعليقات بقى، خشوا اتفرجوا على التعليقات بقى، مهزله. فخلينا نتفق ان في امور، في قواعد، في اسس ممكن بنتنازل عن بعض الامور الصح. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما ينفعش المغالاة.
لكن دلوقتي بيبقوا كتلتين، كل واحد عايز يشوف ويقول انا هجيب ايه، وفي الاخر بيحطوا كل ده في ورق، ويبداوا يتنازعوا مين اللي هيطلع بالكم او يبقى كسبان، فبيدخلوا حرب. مش بيدخلوا عشان يعمروا، لا، عاملينها زي شركه، وبعد كده بيختلف الشركاء في الشركه فنفض الارباح وكل واحد ياخد راس ماله. طب ده ينفع؟ ما ينفعش. ده صح؟ مش صح. ده من ضمن المشاكل، من ضمن الامور، التطلعات العاليه.